رد غامض من مدرب إسبانيا حول إبراهيم دياز يلمح إلى أن اللاعب لم يختار إسبانيا بعد، والحسين عموتة يرد على منتقديه. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. خرج مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بتصريحات جديدة تخص ملف إبراهيم دياز، فيما إن كان هذا اللاعب لاعب نادي ريال مدريد سيختار في نهاية المطاف تمثيل منتخب إسبانيا أو تمثيل المنتخب المغربي. لويس دي لا فوينتي وبعد قرعة اليورو 2024 وجه له أحد الصحفيين سؤالا يتعلق عن حقيقة تواجد إبراهيم دياز في اللائحة الأولية الموسعة الخاصة بمعسكر منتخب إسبانيا في شهر مارس، ونفى ذلك بشكل غير مباشر وأكد ما يلي: نحن بالفعل منفتحون على ضم أسماء جديدة، ولكن المشاركة مع المنتخب الإسباني ليست هدايا أو تنازلات، بل هي خيارات، وهي الخيارات التي يكسبها اللاعبون في الملعب. وأضاف: للأسف هناك أيضا العديد من الإصابات، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطورات جديدة في القائمة القادمة. إذن فمدرب إسبانيا لم يؤكد إطلاقا تواجد إبراهيم دياز في اللائحة الأولية الموسعة لمنتخب إسبانيا لمعسكر شهر مارس، وهذا دليل على أن إبراهيم دياز إلى حدود اللحظة لم يختر تمثيل كما يظن البعض. ولكن مع ذلك فتصريح مدرب إسبانيا يبقى غامضا بعض الشيء. أما بخصوص تصريحات الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن الذي وصل للمباراة النهائية التي سيلعب فيها ضد منتخب قطر يوم غد في نهائي كأس آسيا، فقد أدلى عموتة بتصريحات بخصوص المباراة النهائية ووجه من خلالها ردا ناريا لمنتقديه، وجاء في تصريحاته ما يلي: مواجهة قطر في النهائي تبقى مواجهة تاريخية وسنلعبها من أجل الاستمتاع وإسعاد جماهيرنا العريضة. لا أقارن نفسي بأحد، فأنا أقوم بواجبي فقط. فالمدرب الراحل محمود الجوهري ترك بصمة مع منتخب الأردن، كما أن عدنان حمد زميلي وصديقي. لا نعاني من الغيابات، الجماهير ستلعب دورا كبيرا ومؤثرا في النهائي، وأتمنى حضورها بشكل مكثف في مباراة الغد. وبخصوص رده على المنتقدين السابقين والحاليين قال عموتة: بلوغنا النهائي جاء بعد عمل فني وبدني وذهني متكامل. عندما يخسر أي منتخب كرة قدم يخرج البعض ويحمل المدرب المسؤولية الكاملة، وعندما يفوز هذا الفريق يقولون فاز فقط بسبب الروح القتالية، كأنه يقول أن الجماهير عند الخسارة تنسب الخسارة للمدرب، وعند الفوز لا تعطي للمدرب حقه في هذا الإنجاز.